في الفيديو ده هقول لك ازاي تذاكر في رمضان، وكمان ازاي تقدر تستثمر الشهر ده وتوازن ما بين العبادة والدراسة وتحافظ على تركيزك. وكمان هقول لك جدول المذاكرة وامتى تذاكر، في النهار ولا بالليل. كل الاسئلة اللي بتبحث عنها هتلاقي اجابتها في الفيديو ده. فانزل اعمل اشتراك ولايك وتعالى كمل الفيديو. انا لما كنت مكانك كده في ثانويه عامه توقعت ان رمضان هيحرمني من المذاكره او العباده، لكن من بركه ربنا انه كان اجمل شهر في السنه من ناحيه كل حاجه حتى المذاكره. ففي البدايه كده وعلى عكس المتوقع، رمضان اجمل بيئه مذاكره ممكن تمر عليك. رمضان من اكتر شهور السنه اللي ممكن تذاكر فيها بكميات كبيره. ارجع معايا كده بالزمن قبل رمضان باسبوع واحد، اول ما قعدت على المكتب وفتحت الكتاب قلت لنفسك المذاكره دي محتاجه كوبايه شاي. معروفه طبعا، انا هروح اعمل كوبايه شاي واجي ابدا على طول. تخش المطبخ تعمل الشاي، تيجي تقعد على المكتب تقول بس الشاي ما ينفعش لوحده، لازم حاجه تتاكل جنبه. فتقوم رايح على المطبخ عامل سندوتش جبنه وراجع، وبعد ما ترجع تفتكر ان تلتين جسمك ميه، والميه عنصر مهم جدا ولازم تحافظ عليه. فتقوم تدخل على المطبخ تجيب ازازه ميه وتحطها جنبك على المكتب، وكل شويه تفضل تشرب، واول ما الازازه تخلص تروح تملاها وترجع تاني. هتبدا مذاكره؟ طب يلا نبدا. استنى بقى، انت بعد كميات الميه دي لازم تروح الحمام. تخيل بقى انك بتعمل كل الحاجات دي الا حاجه واحده بس، وهي انك تذاكر. وهنا هننتقل لانسب ميعاد للمذاكره، وهو وقت الصيام في رمضان. وانت صايم بتبقى بعيد عن كل الحاجات اللي فاتت، ولا هتعمل شاي ولا سندوتش ولا اي حاجه من دي. ففي الوقت ده ما قدامكش غير انك تذاكر. دلوقتي بقى عرفنا اننا المفروض نذاكر واحنا صايمين. فانت هتبدا يومك دايما من الفجر لحد المغرب، يعني هتكون في قمه تركيزك وفي هدوء تام. هتذاكر من بعد الفجر لحد الظهر او لحد اول درس ليك. يعني مثلا في ناس عندها اول درس الساعه 10 او 9، فانت هتذاكر لحد ما يجي الدرس. افضل ذاكر. وانا بفضل المذاكره اللي هي بعد الفجر دي، لان المشتتات بتبقى فيها اقل والتركيز اكتر. هتروح دروسك وتيجي تكمل مذاكره. يعني مثلا لو انت بدات درسك الساعه 9 فهتخلص يعتبر الساعه 1. لو هتاخد 4 دروس مثلا، وفي ايام هتبقى 3. وعلى ما توصل البيت وتجهز نفسك للمذاكره فيها الاثنين، وتقعد تذاكر تاني لحد العصر. ما هو مفيش بقى اصل جعان، اصل كوبايه قهوه، اصل نسيت الميه. تروح درسك ترجع تكمل لحد العصر. صلي العصر وهو ده البريك بتاعك، وبعد كده كمل لحد اذان المغرب. طب والقران ده احنا في رمضان وانت على سجاده الصلاه الورد بتاعك تلتايه، وانت ماسك المصحف جنبك. افتح اقرا اقفل قوم كمل. اذان المغرب اذن ونقول هنا الحمد لله. بحسبه بسيطه كده هتكون ذاكرت 8 ساعات، وكمان عندك 4 دروس يبقى 12 ساعه. ما هي دي تتحسب برضو من ضمن المذاكره. ما هو انت في الدرس بتبقى يعتبر فهمت النص، وتيجي تكمل في البيت الباقي يبقى يعتبر تتحسب من ضمن المذاكره. كده خلصت المذاكره. ما تتلهيش بقى في الاكل والمسلسلات، وتنسى صلاه التراويح. صلي التراويح وترجع تنام بقى علشان تصحى قبل الفجر تتسحر وتنزل تصلي الفجر ويبدا اليوم من جديد. طب هتذاكر ازاي؟ عندك تقنيه البومودورو علشان تفضل على تركيزك. قسم مذاكرتك بطريقه البومودورو، يعني هتذاكر 25 دقيقه و5 دقائق راحه، 25 دقيقه و5 دقائق راحه، وهكذا. او تقعد 50 و10 راحه براحتك، بس النصيحه انك تستخدمها. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان ما تملش وتحس انك تعبت كده. ولو تعبت هتمسك الفون بقى وهتلاقي نفسك اتسحبت وانت مش واخد بالك، وقاعد اليوم عدى وتيجي تبحث من تاني على طريقه المذاكره في رمضان. ما انا بقول لك اهو الطريقه. فاسمع الكلام ده وركز فيه وما تسوفش. ولو كنت بتسمع الفيديو ده وانت في رمضان فكمل الفيديو للاخر وروح ذاكر بدل ما تتسحب اكتر. جهز مكان المذاكره، يعني لازم المكان يكون هادي، تكون الاضاءه فيه كويسه، يكون مهيأ للمذاكره كده ويبقى مرتب، بحيث ان انت لما تيجي تقعد تذاكر على طول. مش لازم كل مره تروح وترتب والكلام اللي احنا بنضيع فيه وقت كبير ده. وابعد دايما عن سريرك او الاماكن اللي بتحسسك دايما انك عايز تنام. كل واحد ليه روتين مختلف، يعني تقدر تكمل بالروتين بتاعك اللي ترتاح فيه، او تجرب الروتين ده شوف هتحب ايه. بس اهم حاجه ما تكسلش وتقول اصل انا مش هجرب ده ولا ده، احنا في رمضان، اصل في مسلسل رمضاني كذا، اصل في مقلب رمضاني كذا ما ينفعش اسيبه. كل ده ابعد عنه، عارفك هتموت وتسمع. مش لازم يعني اول ما تفتح الكتاب يفتكر عليك المقلب كذا والمسلسل كذا. بعد ما عرفت امتى هتذاكر ويومك هيمشي ازاي، وعرفت ايه افضل وقت للمذاكره بالنسبه لي، هنروح بقى للتخطيط ليومك وكتابه المهام اليوميه في رمضان علشان تفرغ دماغك وكل اللي عرفته يبقى على ورق. من هتبدا يومك امتى لحد ما هينتهي امتى. قبل ما تبدا يومك هتمسك ورقه وقلم وتكتب كل حاجه عايز تعملها في يومك، من مذاكره لعباده لاي حاجه عايز تعملها في يومك. ونصيحه اكتبها، واكتب كمان هتتعمل امتى وفين، وتزود عليهم هتخلص امتى كمان، علشان ما تبقاش متشتت ومجهز نفسك لكل حاجه. هتسالني طب ليه اكتب مهامي وايه اهميتها؟ علشان تشوف افكارك بصوره اوضح وافضل، وبرضه علشان ما تسوفش وتبقى منظم وقتك. وفي فيديو هينزل قريب هتكلم فيه عن ازاي تكتب مهامك خطوه بخطوه.
وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الاشعارات. مش هوصيكم بقى باللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. اتمنى لكم التوفيق وكل سنه وانتم طيبين.